الاهلي هيلاعب بكره سيراميكا كليوباترا، وسيراميكا كليوباترا عامل ماتشات حلوه جدا، لان المدرب علي ماهر، وعلي ماهر مدرب اثبت نفسه مع المصري وكمان بيثبت نفسه مع سيراميكا. ولكن الاهلي برضو لعيبته نفسها مفتوح من ساعه ما عماد النحاس مسك. يعني احنا لعبنا 3 ماتشات تحت قياده عماد النحاس، 3 فوز ب3 فوز حلوين وعلى فرق حلوه برضو، مش فرق سهله يعني. فاتمنى ان الفوز الاهلي يفوز بكره. وطبعا اتمنى فوز الزمالك على بيراميدز، وطبعا هنتكلم برضو على ماتش الزمالك وبيراميدز يعني. بس اتمنى مبدئيا الاهلي يفوز بكره علشان نظل على مقدمة الدوري. علشان احنا كده كده مستنيين موضوع خصم برضو ال3 نقط ده. فاتمنى فوز الاهلي بكره بنتيجه حلوه وباداء حلو زي اللي اتعودنا عليه ال3 ماتشات اللي فاتوا، لان اللعيبه تحس ان هي نفسها مفتوحه تلعب مع عماد النحاس. وعماد النحاس بصراحه حلو قوي في تمركزات اللعيبه، وحلو قوي كمان في التمركزات الاماميه للعيبه الهجوميين، ان هو بيسيبهم براحتهم. يعني امام عاشور احنا يعني كنا بنشكر فيه مع كولر، بقى احلى واحلى مع عماد النحاس. انت سايبه براحته في الملعب، بيتحرك، مديله حريه، مدي حريه لكل اللعيبه. اللعيبه نازله كمان تلعب بنفس، مدي فرصه لكل اللعيبه انها تلعب وتوري نفسها وتثبت نفسها. فاتمنى فوز الاهلي بكره يا جماعه. شاركوني ارائكم، ويا ريت تخشوا على القناه بتاعتي على اليوتيوب، فيها فيديوهات اطول وحاجات اكتر كمان.